انا طالع طبعا اتكلم. اكيد انتوا كلكم عارفين يعني المشكله اللي كانت بيني وبين الانسان اللي انا كانت في يوم من الايام كانت مراتي. رد حسن شاكوش على طليقته ريم طارق، واللي صرحت في برنامج 90 دقيقة بأسرار وكواليس عرضت لأول مرة. نشر حسن شاكوش فيديو على حسابه الشخصي على انستجرام، وقال إن الكلام اللي اتقال في البرنامج ده ما يرضيش ربنا، وأنا ليا حق الرد، بس مش هرد على واحدة كانت في يوم من الأيام مراتي وتحمل اسمي. وانا طالع دلوقتي ارد على حاجه. طبعا انت شفت انا كنت ساكت كتير جدا جدا جدا، والفتره اللي فاتت يعني في اول المشكله انا نزلت بوست على صفحتي واتكلمت، قلت يستحيل ان انا اطلع اتكلم على واحده هي في يوم من الايام كانت مراتي او مش مراتي. انا عمري في حياتي يا جماعه ولا جبت سيره بنت ولا غلطت في حق بنت، لان انا عارف يعني ايه المرأة المصرية، وعارف يعني ايه شرف المرأة المصرية. زي ما الست المصرية ليها شرف وكرامة، برضو الراجل المصري ليه شرف وكرامة وسمعته. وانتوا عارفين يا جماعة شغلنا كله بيشتغل على سمعتنا. وانا اتجاهي واتجاه شغلي كله بيبقى يعني انا بعمل اغاني يا جماعة للبنات وللمجتمع بتاعي دوت، والجمهور، الناس اللي بتحبني، كل الناس اللي بتسمعني ناس محترمة وناس ليهم كل التحية والتقدير فوق دماغي. ما ينفعش يا جماعة ان انا اجيب سيرة اي واحدة في اي وحش. ده اللي انا اتربيت عليه، يا جماعة، ده اللي اهلي ربوني عليه. انا من منطقة شعبية وراجل صعيدي. ما اتكلمتش طول الفترة ديت يا جماعة مش عشان خوف ولا ضعف، لا يا جماعة، علشان كانت الإنسانة دي في يوم من الأيام كانت مراتي، وأنا ما كانش ينفع إن أنا أطلع وأتكلم في أي حاجة تمسني ولا تمسها. لأن في الأول وفي الآخر أنتوا عارفين، في الأول وفي الآخر إن أنا لو اتكلمت حتى أو جبت سيرتها بأي حاجة هتعيب عليا أنا، لأن أنا كنت في يوم من الأيام أنا الراجل بتاعها وأنا جوزها. فاللي إحنا اتعودنا عليه إن ما ينفعش إن راجل يجيب سيرة مراته في أي حاجة. ورغم كل ده وكل ابشع الالفاظ اللي انا شفتها والكومنتات والحاجات اللي كانت بتتبعت لي، واهلي اللي اتشتموا على السوشيال ميديا كلها، ما اتكلمناش في حاجه. وانا كنت بقول لهم ما حدش يتكلم، لدرجه ان انا كل ده وطول الفتره دي يا جماعه انا في ضغط عصبي، برغم ان انا بنزل شغلي وفي عز برضو الضغوطات وفي عز كل المشاكل دي انا برضو ما طلعتش اتكلمت. انا طالع يا جماعة علشان اوضح المعلومة ان انا خلاص انا ليا حق الرد، ان انا يعتبر برضو زي ما قلت لكم ان الست المصرية عندها شرف وكرامة ولازم نحترمها، ولغاية اخر لحظة لازم نحترم الست المصرية زي ما بنحترمهم، هم برضو لازم يحترمونا. الراجل برضو عنده شرف وعنده كرامة، وانتوا عارفين الراجل اللي يبقى عنده شرف وعنده كرامة مش هيطلع يتكلم. وانا طلعت اتكلمت يا جماعة علشان انا خلاص يعني كفاية كده. ولازم يا جماعة لازم تسمعوا، لما تسمعوا حد ويجي يتكلم في موضوع لازم برضو تسمعوا من الطرفين. واللي انا كنت عايز اتكلم فيه ومنعت برامج مصر كلها، كانت عايزاني اطلع اتكلم وما رضيتش. هتكلم في عرضي وهتكلم على انسانه كانت في يوم من الايام كانت مراتي. يستحيل ده، ولا تربيتي ولا بيئتي ولا اسلوبي ان خلاص وصل المرحله ان نتكلم في شرف الراجل بقى زي ما انتم ما بتتكلموا في شرف الست والكلام ده. الراجل المصري برضو عنده كرامه وعنده شرف، فيستحيل الكلام اللي الواحد سمعه ده يا جماعة، يعني ده ما يرضيش ربنا. لو انتوا شايفين ان دوت يرضي ربنا، ان الراجل برضو زي ما الست المصرية ليها حقها الراجل المصري برضو ليه حقه. وانا يا جماعة اللي انا حسن شاكوش اتجوز 55 يوم وما اتكلمش، ولغاية دلوقتي ما طلعتش اتكلم يا جماعة، عشان دي كانت مراتي في يوم من الايام. وبعدين اللي انا كنت عايز اتكلم فيه طليقها طلع يتكلم فيه، اللي انا كنت عايز اتكلم فيه وهعيد فيه وهزيد فيه طليقها طلع يتكلم فيه، فانا هطلع اتكلم في ايه؟ ويا ريت يا جماعه ما حدش يسمع
اي حاجه من حد غير من الطرفين. انا بشكركم ومعلش انا طولت عليكم.